السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. إن شاء الله حابب أكلم حضراتكم النهاردة عن الكبسولة الذكية أو الكبسولة المبرمجة وإمتى بنختارها للمريض. أول حاجة لازم يكون معدل كتلة الجسم للمريض اللي هيركب الكبسولة أقل من 30 أو عنده زيادة من 15 ل 20 كيلو. كمان شرط رئيسي إن المريض ما يكونش بيعاني من أي مشاكل في المعدة زي الالتهابات الشديدة في المعدة، أو يكون عنده فتق في الحجاب الحاجز، أو يكون عنده حموضة مستمرة عشان المعدة ما ترفضش الكبسولة ويحصل ترجيع مستمر بعد تركيب الكبسولة. والكبسولة من الإجراءات البسيطة جدا اللي بتتم من غير أي تخدير أو بنج، بتتم هنا عادي في العيادة. المريض بيبلع الكبسولة، بننفخها بسائل معين حوالي 500 ل 600 ملي، وبعد كده الكبسولة بتتحلل وبتخرج مع الفضلات وتقدر تخسسنا من حوالي 15 ل 20 كيلو بسهولة جدا. وكمان بيكون في برنامج تغذية بعد العملية بيضمن ان احنا نوصل للوزن المثالي بسهولة جدا ان شاء الله. فلو انت عندك زيادة من 15 ل 20 كيلو بيكون الكبسولة الذكية حل مثالي لعلاج زيادة الوزن. شكرا جزيلا لحضراتكم.